وبعد سنوات طويلة أخيرا وجدنا التطور الكبير الملحوظ في الدوري العراقي بقيادة الكبير عدنان درجال. هذا الشخص جاء بفترة عمل كبير بكل الفئات، من المنتخب إلى الدوري إلى بطولة كأس الخليج واستضافة البصرة لهذه البطولة اللي ما استطاع أي رئيس اتحاد سابق أن يرفع الحظر عن العراق. كنا نحلم يجينا شخص يطور مثل هذا التطوير السريع لمدة سنتين تقريبا، تعاقد مع الليغا، الفار، الملاعب الأعلى جودة. والله الملاعب يا شباب بالدوري الإنجليزي وليس الدوري العراقي صراحة. مع كل هذا التطور جماهيرنا اللي محلية كل الدوري، مثل ما تشوفون الصراع على الدوري حاليا. قبل التوقف كانت الجوية متصدر للدوري، بعد التوقف الآن الشرطة هو المتصدر للدوري. تشوفون النقاط 45 ب 45، 32 ب 32، فريقين من إقليم كردستان وفريقين من بغداد. يعني منافسة كبيرة صراحة هذا الموسم. والشرطة